المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية وفيها: دعوة للحذر من الطماطم الملوثة بالمبيدات. سمينار تنويري للمرافق الخدمية في أغرداد. بحث تنفيذ برامج التنمية في قندع. الصين تقول أنها تعمل مع أمريكا للتوصل لاتفاق تجاري. يوم المرأة العالمي يوحد صفوف النشطاء والمحتجين في شتى الدول. وإطلاق مبادرة لإعادة التدوير في كينيا. أهلا بكم مشاهدينا. دعا قسم الزراعة والأراضي في إدارة الإقليم الجنوبي المواطنين لتوخي الحذر أثناء شراء الطماطم لوجود المبيدات الحشرية عليها. أوضح القسم في السمينار الذي عقده للمزارعين والجهات الحكومية في مدينة مندفرة إن المبيدات الحشرية على الطماطم ظهرت في المنتجات القادمة من إقليم القاشبركة في الفترة القريبة الماضية، ويتوجب على المواطنين والتجار الوعي بهذه المواد الخطيرة ومكافحة تأثيرها. وقال مسؤول الرقابة في قسم الخدمات الإقليمية سيد تسفى سلاسي تسفى ميكيل إن المبيدات الحشرية تتسبب في تسمم 3 ملايين شخص سنويا على مستوى العالم و20 ألف حالة وفاة، وتؤدي إلى ضعف القدرة على مقاومة الأمراض والتسبب في العقم، إلى جانب التسبب في أمراض السرطان والفشل الكلوي والمرض العقلي ومصائب التنفس وغيرها من الأمراض، موضحا بأن على المزارعين استخدام المبيدات قبل بلوغ النباتات مرحلة الإثمار. وأشار خبير تنمية النباتات السيد بطرس هبت ميكيل أن نبتة الطماطم تحتاج إلى المتابعة والنظافة منذ شتلها وحتى مرحلة الإثمار، ويجب رش المبيدات بكمية محدودة لإبادة الحشرات التي تصيبها، وأن يكون رش المبيد على الطماطم قبل 21 يوما من القطاف. ودعا الاجتماع إلى اتخاذ إجراءات عقابية تصل إلى إلقاء التراخيص التجارية لبائعي الطماطم الملوثة وتقديم المحاضرات التنويرية للمزارعين. وقال المدير العام لقسم الزراعة والأراضي في الإقليم الجنوبي السيد يمان عباي أن المبيدات الحشرية قاتلة إذا أسيء استخدامها. عقد قسم السياحة في إقليم القاشبركة سيمينارا تنويريا لأصحاب المرافق الخدمية في مدينة أغرداد حول النظافة وسرعة الخدمات وجودة المحتوى. قال مسؤول البحوث ومتابعة الموارد في القسم السيد سمرت قبر مدهن أن النظافة والخدمات الجيدة وحسن استقبال الزبائن من العوامل الأساسية الجاذبة للزبون، ويجب على المرافق الخدمية أن تعكس قيم البلاد والمجتمع. وأوضح أن المرافق التي تقدم الخدمات السياحية مثل الفنادق والمطاعم والمقاهي يجب أن يكون لها دورة مياه وأدوات إسعافات أولية. وذكر مديرية أغرداد السيد إسحاق طحوم أهمية مثل هذا التنوير، طالبا من المرافق الخدمية العمل به. أكد سكان مديرية قندع لدى لقائهم مدير المديرية سيد عمر يحيى على العمل لإنجاح برامج التنمية الموضوعة. قال السيد عمر يحيى في الاجتماعات الشعبية المنعقدة منذ شهر فبراير الماضي في 17 ضاحية أن نجاح تنفيذ برامج التنمية يتأتى بالمشاركة الشعبية المنظمة، داعيا المواطنين لتقوية التنظيم. وأوضح بأن المرحلة الجديدة تدفع لمزيد من العمل وحث السكان للاستفادة من الحفائر والسدود المشيدة في محيطهم وبذل الجهد لإحداث تغيير في معيشتهم. من جانبهم دعا السكان للإسراع في توزيع قطع الأراضي السكنية وتحديد الأراضي المخصصة للرعي والدفع بالبرامج المسيرة لتنمية المياه الجوفية وبناء وصيانة الحواجز المائية قبل حلول موسم أمطار الهضبة. قال مدير ضاحية فانكو السيد إبراهيم محمد بأن سكان الضاحية تمكنوا من الحصول على الخدمات الاجتماعية نتيجة تجمع القرى. وقال إن السكان يحصلون على خدمات التعليم والصحة والمياه والكهرباء، إضافة لفرص العمل في مشاريع التنمية الموجودة
في المنطقة لوجودها وسط سدود فانكو وفيسكو وغرست وتحسين حياتهم المعيشية. وذكر وجود مدرستين في الضاحية ومركز صحي ومشروع لمياه الشرب الصالحة والكهرباء المستدامة. ودعا الجهات المختصة للاهتمام بالوادي الموجود على طريق فانكو تسيني لصعوبة الحركة فيه في موسم الأمطار. وأعرب السكان عن ارتياحهم من برامج التنمية الجارية في منطقتهم وإسهامها في تطور الضاحية. عقد فرع الشباب العامل في مديرية أفعبت مؤتمره الثاني تحت شعار التنظيم لازدهار الوطن. وقدم في المؤتمر تقرير عن أنشطة السنوات الثلاث الماضية والإشارة إلى تنفيذ جيد للبرامج رغم بعض القصور. أوضح مدير مديرية أفعبت السيد أحمد محمد نور رجب أن إدارته تسعى لتنفيذ القرارات التي خرج بها المؤتمر. وقدم في المؤتمر سمينار تنويري بعنوان النهضة. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائية الإريترية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. وفي الشأن العالمي، قال وانغ شوين نائب وزير التجارة الصيني إن الصين والولايات المتحدة الأمريكية ما زالتا تعملان ليلا ونهارا للتوصل لاتفاق تجاري يحقق مصالح الجانبين وآمال العالم. ويشارك وانغ بشكل كبير في المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة. وقال وانغ خلال مؤتمر صحفي على هامش الاجتماع السنوي للبرلمان الصيني أنه متفائل بشأن المفاوضات مع واشنطن، وأن الجانبين يعملان على التوصل لاتفاق لإنهاء التعريفات الجمركية التي فرضها كل جانب على الآخر، ولكنه قال إن أي آلية تجارية يتم تحقيقها لابد وأن تكون متساوية وعادلة. وشهدت الصادرات الصينية تراجعا يعد الأكبر منذ 3 سنوات في شهر فبراير الماضي، مما يزيد القلق بشأن معدلات النمو في ثاني أكبر اقتصاد عالمي. وتشير البيانات الرسمية إلى أن الصادرات الصينية هبطت بنسبة 20.7% منذ العام الماضي، إذ تكبدت الصين في حربها التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية بعض الخسائر، كما هبطت الواردات بنسبة 5.2%. وقد سببت هذه الأرقام هبوطا حادا في أسواق البورصة الآسيوية. شارك المئات من السيدات في مسيرات بشوارع عواصم بعض دول العالم للتعبير عن احتفالاتهم بيوم المرأة العالمي، والتي تعددت فيها مظاهر الاحتفال ما بين تقديم بعض العروض الراقصة أو حمل اللافتات التي تندد بالتمييز ضد المرأة. وظهر المئات من السيدات في البرازيل والأوروغواي والأرجنتين مرتدين أزياء كرنفالية وحاملين لافتات تندد بكل أشكال التمييز ضد المرأة. وكذلك أحيا أنصار المساواة بين الجنسين يوم المرأة العالمي باحتجاجات وجلسات نقاشية واحتفالات في شوارع مدن أوروبية. وتجمع قرابة 375 ألف شخص وفق ما ذكره مسؤولون في مدريد للمطالبة بمزيد من الحقوق للمرأة في مجتمع يقولون أن الرجال ما زالوا يسيطرون عليه. وطالبت محتجات في أثينا وكييف بالمساواة بين الجنسين ووضع حد للعنف ضد المرأة. وفي إسطنبول كبرى المدن التركية طالب المئات بالإفراج عن سوريات محتجزات في السجون. لكن في المساء قامت الشرطة التركية بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق حشد من النساء تجمعنا للقيام بمسيرة. وفي روسيا التي اكتسب فيها يوم المرأة أهمية منذ العهد الشيوعي، زينت اللافتات التي كتبت عليها عبارات التهنئة والزهور الأماكن العامة. مع زيادة القلق العالمي بشأن التلوث بنفايات البلاستيك، بدأت شركات كبيرة مثل كوكاكولا ويونفيلير في ضخ سيولة في مبادرة لإعادة التدوير في كينيا، على أمل أن تقدم نموذجا يحتذى به للدول النامية الأخرى. وتتسابق العديد من الشركات العالمية لدعم إعادة التدوير بسبب انتقادات بشأن التلوث من المدافعين عن البيئة وسعيها لإعادة استخدام البلاستيك. وستكون المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد موضوعا رئيسيا في قمة برنامج الأمم المتحدة للبيئة في الأسبوع المقبل. وفرضت كينيا أحد أشد قواعد حظر الأكياس البلاستيك في عام 2017، لكن السلطات المحلية لم تنشر حتى الآن صناديق لجمع البلاستيك، ويدرس المسؤولون حظر الزجاجات البلاستيكية أيضا.
هبطت كبسولة غير مأهولة لشركة سبيس إكس على مياه المحيط الأطلسي لتكمل بنجاح مهمة حاسمة في مساعي إدارة الطيران والفضاء الأمريكية الناسا لاستئناف الرحلات المأهولة للفضاء من الأراضي الأمريكية العام الجاري. وبعد مهمة استغرقت 6 أيام في المحطة الفضائية، انفصلت الكبسولة كرو دراغون عن المحطة وعادت إلى الأرض بسرعة تفوق سرعة الصوت قبل أن تهبط في المحيط الأطلسي على بعد 200 ميل قبالة ساحل في فلوريدا. ونقلت الكبسولة في مهمتها الأولى من نوعها قبل تجربة مأهولة لسبيس إكس مقررة في يوليو، نقلت إمدادات ومعدات تزن حوالي 181 كيلو جراما. وكانت ناسا قد منح شركتي سبيس إكس وبوينغ عقدا بقيمة 6.8 مليار دولار لصنع أنظمة صواريخ وكبسولات قادرة على المنافسة ونقل رواد الفضاء من الأراضي الأمريكية للمرة الأولى منذ إحالة برنامج المكوك الأمريكي للتقاعد عام 2011. مشاهدينا الأخبار الرياضية بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا.